ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة عالم العروض والتقنية، أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. النهاردة يوم جديد والنهاردة الجمعة، كل جمعة وحضراتكم طيبين. هنبدأ الفيديو بتاعنا باللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه وسلم. هنبدأ النهاردة في حل فوازير فودافون. النهاردة زي ما قلنا النهاردة 5 سبتمبر. هندخل كده على طول على الفوازير وتحدى شلتك واكسب مع الفوازير. هنلعب لوحدنا وهنختار بعد كده اللي هي فيلم او اغنية بايموجي ولا خمن الفيلم. تعال كده خمن الفيلم وبنبدأ نلعب الفوازير بتاعتنا. فيلم بطولة حلمي فقد فيه الذاكرة بعد حادثة حصلت له. مطب صناعي، بلبل حيران بس ما فقدش الذاكره ولا حاجه. ماشي. محمد سعد كان بيدور على سلسله الحظ طول احداثه في فيلم بوشكاش. فيلم حربي شارك فيه في بطولته احمد رزق وكان مراسل حربي. الممر. فيلم من الافلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا. تماسيح النيل. فيلم من اشهر افلام تامر حسني وعبلة كامل وطلعت زكريا. سيد العاطفي. تمام يا شباب، كسبنا اللي هم 200 ميجا. هنكمل بقية الفوازير. نلعب كده كمان. فيلم بطولة هشام شيكو واحمد فهمي وكانوا اخوات في الفيلم. سمير وشهير وبهير. فيلم لكريم عبد العزيز احداثه بتدور حوالين دكتور نفسي بيتعاطى حبوب مخدرة ومهلوسة. ده اللي هو الفيل الازرق. فيلم حربي شارك في بطولته احمد عز وهند صبري. ده اللي هو الممر. كان فيه هند صبري. ماشي. فيلم من الافلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا. فيلم كده رضا. فيلم قدم فيه محمد عادل امام دور دكتور اطفال وشاركوا البطولة ياسمين صبري. ابو نسب. تمام يا شباب. هنحول الخط ونرجع لكم تاني. وحولنا الخط وندخل زي ما احنا كده نلعب الفوازير. وهنلعب لوحدنا وندخل على خمن الفيلم ونلعب كده. ايه الفيلم اللي فيه احمد حلمي كان اسمه حسن حنتيرة؟ ده فيلم صايع بحر. فيلم كوميدي مميز من بطولة محمد هنيدي. عندليب الدقي. يوسف الشريف بيحلم يبقى لعيب كورة ويصعد مصر لكأس العالم في فيلم العالمي. شخص بيحاول يعمل فرح عشان يلم نقطة. ده فيلم الفرح. فيلم كوميدي جمع النجوم دول كريم عبد العزيز وغادة عادل ورامز جلال. الباشا تلميذ. تمام، كسبنا 300 ميجا. نكمل الفوازير. فيلم قدم فيه محمد سعد شخصية اسمها الحناوي. فيلم كركر. استنى كده ما الفيديو يحمل. الفيلم الوحيد اللي مثلته شيرين عبد الوهاب وكان فيلم كوميدي. ميدو مشاكل. محمد سعد قدم شخصيتين منهم شخصية ضابط في فيلم اللي بالي بالك. فيلم كوميدي ظهر فيه محمد هنيدي بشخصية الخالة نوسة. يانا يا خالتي. اي فيلم من الافلام دي يعتبر كوميدي؟ اوعى وشك. تمام يا شباب، هنحول الخط ونرجع لكم تاني. وحولنا الخط وندخل على الفوازير. وهنلعب لوحدنا وبنلعب خمن الفيلم. تمام، لسنا قطعة الحظ يا رب نكسبها. نلعب كده كمان ونكمل العشر محاولات. ايه اسم الفيلم اللي قدم فيه هشام ماجد دور لاعب كرة مشهور حامل اللقب؟ اكرم حسني واسماء ابو زيد ومصطفى غريب. عارف الفيلم الكوميدي اللي جمعهم؟ العميل صفر.
فيلم كوميدي عن سفاح بيقتل الستات، فبيقرر صحفي ودكتورة انهم يكشفوه، احمد نوتردام. فيلم كوميدي جمع تامر حسني مع اكرم حسني، فيلم البدلة. رامز جلال كان مطرب فاشل وزميل كريم عبد العزيز في فيلم الباشا تلميذ. تمام يا شباب، ونبدأ نلعب تاني نكمل ان شاء الله نكسب اي حاجة من فودافون. ماشي كمل. شيكو كان شغال ممثل افلام فاشل في فيلم حملة فريزر. فيلم لأحمد حلمي كان بيتفاجئ انه بيموت كل يوم، ده الف مبروك، من الافلام الحلوة برضه. كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز كانوا اخوات في فيلم بيت الروبي. تامر حسني فقد السيطرة على ايده في فيلم مش انا. فيلم كريم عبد العزيز كان بيتعاطى فيه حبوب مخدرة، فيلم الفيل الازرق. تمام يا شباب، ما كسبناش برضو يعني فودافون، ربنا يهديهم بقى. ماشي نعمل كده، نطلع هنغير الخط ونرجع لكم تاني. غيرنا الخط وندخل على طول على الفوازير. ونلعب لوحدنا وندخل على فيلم او اغنية بايموجي، ولا لا نلعب اللي هو خمن الفيلم افضل. لسه برضو قطعة، وفودافون لسه ما كسبتناش في اي خط خالص الجايزة الكبيرة. تمام كده يا جماعة. فيلم كوميدي لمحمد هنيدي قدم فيه شخص ألدغ في حرف الراء، تيتا رهيبة. استنى كده اما الفيديو يحمل، لو مش محمل هنروح ايه مغيرين. نغير بقى عشان ما بيحملش. فيلم قدمت فيه عبلة كامل شخصية أم تامر حسني، وكانت شغالة سواق تاكسي، سيد العاطفي. محمد سعد كان سمسار لعيبة في فيلم بوشكاش. فيلم الأفلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه أكتر من نجم كوميدي. معرفش مراتي وزوجتي، ما معرفش عنه حاجة، بس يعني هو تقريبا هو. كريم عبد العزيز وشريف منير كانوا أعداء في فيلم ولاد العم. تمام يا شباب، كسبنا 300 ميجا. نكمل الفوازير. ماشي نلعب كمان. احمد حلمي كان بيتفاجئ انه بيموت كل يوم في فيلم الف مبروك. فيلم بطولة امير كرارة، احداثه بتاخدنا لفترة الاربعينات، حرب كرموز. هند صبري وكريم عبد العزيز اتجمعوا سوا في الجزء الثاني من فيلم الفيل الازرق. فيلم كوميدي من بطولة احمد حلمي، ظرف طارق. رامز جلال كان صحفي بيحاول يحل لغز في فيلم ايه؟ في فيلم احمد نوتردام. هنحول الخط ونرجع لكم تاني. حولنا الخط وهنكمل معاكم. احنا بنلعب تقريبا في خمن هنشوف اهو، ثواني كده. وهنلعب خمن الفيلم. نعمل طريقتين كده، طريقتين. فيلم من اشهر افلام كريم عبد العزيز وخالد الصاوي، فيلم ظرف طارق. فيلم من اشهر افلام كريم عبد العزيز وخالد الصاوي، ظرف طارق. غلط. وحولنا الخط وهنلعب معاكم الاخر فوازير. استنى بس كده يحمل. هنلعب لوحدنا، واحنا هنا بنلعب خمن الفيلم، ومعانا برضو خمن الايه اللي هو ايموجي، او اللي هو
مسلسل او فيلم واغنية بايموجي، وهنلعب لوحدنا. احمد حلمي كان عنده مرض نفسي بسبب صدمة وفاة ابوه في فيلم اسف على الازعاج. فيلم من الافلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا. فيلم العميل صفر. شخصية رشدي أباظة قدمها أحمد حلمي في فيلم جعلتني مجرما. هند صبري كانت مرات أحمد عز في الفيلم الحربي الممر. فيلم الأفلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا. لخمة راس. فيلم شارك فيه محمد عادل إمام وأحداثه كانت بتدور في قطر. ده فيلم ساعة ونص. أحمد عادل إمام هو اللي سرق القضبان بتاعة القطر. وندخل على الفوازير. شخصية رشدي أباظة قدمها أحمد حلمي في فيلم جعلتني مجرما. فاكر الفيلم اللي لعب فيه حسن حسني دور أبو محمد هنيدي؟ ده كان في فيلم يانا يا خالتي. فيلم كوميدي جمع أشرف عبد الباقي وأحمد رزق وسعد الصغير. ده لخمة راس. أي فيلم كانت فيه دلال عبد العزيز أم أحمد حلمي؟ كان فيلم آسف على الإزعاج. فيلم جمع النجمين كريم عبد العزيز وشريف منير. ولاد العم. فيلم الافلام دي تصنيفه كوميدي. ده فيلم لص بغداد. لا، كان لص بغداد برضو بتاع برضو، يعني لص بغداد وكان كركر، بس اكشن. لص بغداد يبقى اكشن اكتر. هنكمل برضو كده معاكم. فيلم بطولة هشام شيكو واحمد فهمي، وكانوا اخوات في الفيلم سمير وشهير وبهير. الاسئلة بتتعاد. فيلم لكريم عبد العزيز احداثه بتدور حوالين دكتور نفسي بيتعاطى حبوب مخدرة ومهلوسة. الفيل الازرق. فيلم حربي شارك فيه بطولته احمد عز وهند صبري. فيلم الممر. فيلم الافلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا. كده رضا. فيلم قدم فيه محمد عادل امام دور دكتور اطفال، وشاركوا البطولة ياسمين صبري ابو نسب. تمام كده يا شباب، كسبنا اللي هم 200 ميجا. نجرب كمان حظنا مرة واحدة كده كمان، وبعد كده خلاص بقى هننهي الفيديو ونكمل معاكم بكرة ان شاء الله. فيلم شاركت في منة شلبي مع احمد حلمي وقدمت شخصية اسيا ثانية. ده فيلم خيال مآتة. فيلم درامي شارك فيه ماجد الكدواني في دور نبطشي. ده الفرح. فيلم ظهر فيه كريم عبد العزيز ضابط مخابرات. فيلم ولاد العم. الله اكبر، ازدهم لله.
نخلص كده عشان نخلص نقفل الفيديو بقى. فيلم الجزء الثاني منه كان اسمه عودة أسود الأرض، ولاد رزق 2. فيلم الأفلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا فيلم تتح. تمام كده يا شباب، حلينا النهارده فوازير 5 سبتمبر. ان شاء الله اشوفكم فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.